لي مامون جبت لكم واحد الكاطو بالتفاح ما غاديش كاع تعجزوا ديروه لولادكم كي يخرجوا من ليكول. سميته لو فاسيل على بوم. تبعوني. في البول تاع البيتران حطيت البيض، السكر، لا فاني ورشه ملح، نضربهم مليح حتى يتفتح اللون نتاعهم والفوليوم يضعف. في لي بسكويت دائما كي تضربوا البيض مع السكر مدوا لكل حبه بيض دقيقه، نزيد لهم من بعد الحليب والزيت ونخلط كل شيء مع بعضه. ولي زانغريديون غادي تلقاوهم بالديتاي تحت لا فيديو. نجيب صفايه ونزيد بها الفارينه والخماره نتاع الكاطو. ماذا بيكم دائما غربلوا لا فارين تاعكم قبل ما تستعملوها، ومن بعد بالفوي وغير بشويه دمجوا الفارينه مع لي زانغريديون الاخرين حتى الميلونج نتاعكم يتجانس مع بعضه. نجيب البيركس وندهنه بشويه زيت باش نفرغ فيه العجينه نتاع البسكويت. هنا البيركس نتاعي فيه 30 على 30 وحد الان كل شيء راه سهل وخفيف. نحطوا البلان تاعنا ابار ونفوتوا التفاح اللي غادي نديروه في الكاطو. هنا التفاح استعملوا اي نوعيه متوفره عندكم، بغات حاكمه روحه ولا لا ما يهمش، المهم ما تستعملوش قل من 4 تفاحات متوسطين. نقشرهم نفرخهم بالفيد بوم باش نحيلهم العلف نتاعهم، ونبدا نقطع التفاح لشرائح. لازم يكونوا شويه خشان، ما لازمش ترقوهم باش من بعد وقت الماكله تحسوا بلا بريزونس ولا تيكستور نتاع التفاح. في هذا الكاطو لازم تحسوا بلا ماتيير. ودرك نجيب البسكوي نتاعي ونستف فيه شرايح تفاح. هنايا حاولوا ديروهم متداكسين ومتلاصقين مليح مع بعضهم، باسكو في هذا الكاطو لازم التفاح يكون حاضر اون فورس والبنه نتاعه تطغى على كل شيء. نحطه يطيب 25 دقيقه على 200 درجه، وبيان سور فيريفيو بالخدمه قبل ما تخرجوه، وغير يخرجوه هكذاك سخون نطلي الوجه تاع البسكوي بالكونفيتور تاع المشماش. ودرك وصلنا لوقت لا غورمانديز مع غوتيلا من الوجدان. هاد لا باتا تارتيني البنينه والمعمره بلي نوازيت فيها نسبه 13% من البندق. الوغ تخيلوا معايا البنه. ندير خطوط بغوتيلا على سطح الكاطو ونرش شويه لوز افيلي يمد لنا تقرميشه شابه. الكاطو هنا متوازن في الحلاوه كما تعرفوا، نسبه السكر في التفاح بزاف قليله. انا دبرت عليكم اليوم دبره شابه وبنينه، الباقي درك بقى عليكم نتوما. على بروشين.